السلام عليكم واهلا وسهلا من جديد ومرحبا بكم في فيديو جديد ومبروك عواشركم ودائما سلسله حلويات ديال العيد. ان شاء الله في الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم في هذه الحلوه هذه الغريبه المعلكه بطريقه جديده بثلاثه ديال النكهات وثلاثه ديال اللوينات كتجي مبهجه تقدروا تزينوا بها كي الطبله ديال العيد كتعطي واحد الاضافه زوينه وبلا ما نهضروا على المذاق ديالها كيجيو مذاقات مختلفين كتجي معلكه وما كاينش اللي ذاقها وما حمقش عليها وطلب مني الوصفه ديالها. كما العاده ما غاديش نطول عليكم غنخليكم مع الطريقه مباشره مع المقادير. وقبل ما نبداو فضلا وليس امرا اذا كنتم مازال ما شاركتوش في القناه شاركوا وفعلوا الجرس باش تبقاو دائما توصلوا بالجديد ونبداو الفيديو ديالنا. بسم الله على بركه الله. بالنسبه هنايا المقادير غادي نحتاجوا عندنا هنايا 3 حبات ديال البيض اللي تيكونوا عندنا في درجه الحراره ديال المطبخ، يعني هنايا كتجبدوهم من قبل على من الثلاجه، من الاحسن انهم ما يكونوش باردين باش كيسهلوا لينا الخدمه. المهم درتهم هنايا في الهاشوار. هنا تقدروا ديروا تخلطوهم في مولينيكس وتقدروا كاع تخلطوهم غير بيديكم الا بغيتوا، غير هو البيض وسكر سنيده خصهم يتخدموا مزيان، تخدموا هكا بيديكم ولا بالفوي باش داك السنيده كتذوب. المهم انا كنخدموا بسنيده رقيقه باش تذوب لينا دغيا. عندي هنايا 2 كؤوس ديال السنيده، عندي هنايا الملح دائما كيبقى الملح لتصحيح الذوق، وعندي هنايا 2 كؤوس ديال السكر سنيده. السنيده كتبقى بالقياس ديال العنبه وكيف قلت لكم الاحسن انها تكون رقيقه الا كنتو تخدموا بيديكم. وعندي هنايا كاس ديال الزيت. هادو هما المكونات الاولين اللي غادي نخدمهم مزيان، وهذا هو السر ديال المعلكه انها نخدموا هاد المكونات مزيان، يعني بحال غادي نخدموا الكيكه داك البيض والسكر ثاني خصهم يتخدموا مزيان. المهم صافي هنايا فاش تخدموا مزيان غادي نديرهم هنا في الاناء اللي غادي نخدم فيه. غادي نضيف ليهم هنايا 250 غرام ديال الكوك اللي هي رابعه. الكوك اللي تيكون ميدم، يعني فاش كنكونوا غناخذوه اللي كتحكي هكا مع يدك كيطلق الزيت وتتكون ريحته مجهده. هاد المعلكه هذه كتصدق غير بالكوك هذا الكوك هذا الميدم الخاص بها. مهم صافي هنايا ضفت كيف قلت لكم 250 غرام. عندي هنايا ملعقه كبيره ديال الجليكوز، ما كنتوش متوفرين عليه تقدروا تعوضوه بالمربى. صافي هنا غنخدمهم مزيان هكايا حتى كيندمجوا هكايا مع بعضياتهم. صافي هذاك الكوك اللي عندي 250 غرام ضفتها يعني دفعه واحده وخلطتها. صافي هنا فاش ندمجوا لي عندي هنايا السميده هنايا غنبقى كنضيفها تدريجيا وانا كنجمع فيها حتى كنبقاو يعني هنا وحنا كنبقاو كنضيفوا غير بالقياس، يعني غير شويه بشويه باش ما نضيفوش اكثر من القياس وتشرب لينا وتجي قاصحه حتى خصها العبار ديالها نيشان. المهم ضفت هنايا الكميه الاولى ديال السميده، ضفت معاها الخماره كيس واحد باش كتندمج مزيان، وعاد من بعد كنبقى كنضيف عاوتاني السميده شويه بشويه. صافي حتى كنحسوا انها تجمعات لينا وراها كتجي شي شويه كتلصق، ولكني القياس ديالها هو اننا كنقدروا يعني نشكلها، يعني ما كتفرتش لينا في يدينا. صافي هذا هو القياس ديالها. دابا هنايا مباشره هنا في هذه المرحله خصنا نكونوا سراعين فيها حيت كتعرفوا انه الكوك دغيا كيشرب والسميده حتى هي، فما خصناش نتعطلوا، يعني خصنا نكونوا موجدين هاد النكهات هادو حدانا. صافي هنا قسمتها على 3 ديال الاجزاء اللي تيكونوا عندنا هنايا متساويين. بالنسبه للجزء الاول ضفت ليه هنايا لاروم ديال بيستاش اللي كتعطينا اللون وكتعطينا النكهه. هنايا كتبقاو كتضيفوا شويه بشويه حتى كتحصلوا على اللون اللي بغيتو. هنايا صافي حصلت على اللون اللي بغيت صافي حبست عليها وهنايا خليتها على جنب. بالنسبه هنايا الثانيه ولا المذاق الثاني اللي كيجي زوين بالمذاق ديال الحامض وكيجي خاطر بالنسبه للعشاق ديال الحامض، هذه هي اكثر وحده تعجبكم كتجي زوينه بزاف. هنايا غادي نستعمل قشور ديال حامضه كامله حكيتها، وعندي هنايا غنعزز المذاق ديالها بالنكهه ديال الحامض. هاد النكهه هذه ديال الحامض فيها غير نكهه ما فيها عندي فيها غير نكهه ما فيهاش اللون، فغادي نضيف شي شويه ديال اللون الصفر باش كتعطينا داك اللون الصفر كتجينا غريبه ديالنا الصفراء. الا كان عندكم المذاق ديك لاروم ديال كيكون فيها حتى هي بحال هكا كتكون فيها المذاق والنكهه كتضيفوها بوحديتها، وتقدروا انكم تعزوا النكهه بالقشور ديال الحامض. هنايا النكهه اخيره عندي المذاق ديال الخوخ اللي استعملت هنايا فيها لاروم ديال الخوخ نيت، وصافي غادي نمزجهم هكايا غير بالاطراف ديال الاصابع هكايا حتى كتندمج مزيان. المهم صافي غادي ندوز لاول وحده باش قبل ما تنشف ليا كيف قلت لكم هنا خصنا نكونوا سراعين، وهنايا خصني نكون مشعله الفران كيسخن. بالنسبه لهنايا السكر كلاصي من الاحسن انه يكون سبيسيال، ولا ماشي من الاحسن فضروري خصو يكون سبيسيال حيت هو اللي كيشد فيها. كنبقى كنفندها كامله في السكر الثقيل وانايا كنستف في اللاطه، كنفندها كامله في السكر الثقيل وانا كنستف في اللاطه. المهم صافي هنايا فاش ساليت
غنبقى كنشد داك الصبع الكبير ديالي هكايا، وكنبقى هنا كيف كتشوفوا معايا كنضغط عليها غير واحد الضغطه خفيفه في الوسط ديالها، بحال كنعاونها في التشقاق، يعني كتشقق واحد شي شويه، كتزيد في الفران كتزيد كتفكع. وهنايا كنكونوا مشعلين الفران على 180 درجه. بالنسبه للطريقه ديال الطهي ديالها كندخلوها الفوق، اول شيء كطيب من الفوق حتى كتفكع لينا، عاد باش كنهبطوها لتحت، وراه ما كتشدش الوقت بزاف، بين 10 ديال الدقائق حتى ل 15 دقيقه، وما خصهاش طيب بزاف حتى كتقصح. هي راه فاش كتبان لكم طريه فاش كتبرد راه كتشد راسها. صافي كتحيدو. صافي هنا كنكمل بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي. هنا بديت بالاولى طيبتها كيف قلت لكم، وهنايا بديت عاوتاني بالنكهه الثانيه، يعني كنبدا باول وحده باش ما كتنشفش ليا. صافي وصافي هنا فاش طابت وبردات راه كتشد راسها. شوفوا كيفاش كيجي واحد اللوينات اللي مبهجين بزاف، كتزينوا بها الطبله ديال الفطور ديال العيد، كتجي زوينه. وتقدروا ما ديروهاش غير في العيد، جميع المناسبات تقدروا تقدموها، فكتجي زوينه. وانا كيف قلت لكم في البدايه ديال الفيديو انها هذه ما كاينش اللي ما ذاقهاش وما طلبش على الطريقه ديال الوصفه ديالها، الطريقه يعني ديالها كيفاش وشنو دوك المذاقات اللي فيها، كتجي معلكه وكتجي خطيره، غير جربوها ما غاديش تندموا. وكان هذا هو الفيديو ديالنا، كنتمنى انه يعجبكم. واذا عجبكم الفيديو ديال اليوم وعجبتكم الوصفه ديال اليوم فما تنساوش ديروا جيم وتخليوا لي واحد التعليق اللي يكون زوين. اما اذا كنتوا اول مره كتزوروني في القناه فما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش تبقاو دائما توصلوا بجديد، ونتلاقاكم في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه جديده. خليتكم على خير ومبروك عواشركم، ومع السلامه.